اللي عم بيصير بكسب اليوم بيحرق القلب. هذا المكان يلي هو مصيف لكل السوريين ولكل حتى الدول المجاورة بيجوا لعنا كرمال يتنعموا بجمال الطبيعة وجمال الأشجار والغابات والأنهار والإطلالة الساحرة الموجودة بهالمكان. الكل عم يتهم التاني. بالمقام الأول أكيد المتهم هن الفلول. هل ممكن الفلول تحرق حالها وتحرق مدينتها كرمال بس تورجي إنه رئيس أحمد الشرع وقواته والأمن العام هن اللي عملوها؟ بيعملوها. شو له مصلحة الرئيس أحمد الشرع بحرق بلده؟ وهو اللي عم يسعى جاهدا بإيديه وبرجليه وكل الوزراء والحكومة واللي ما عم يناموا الليل وسفرات ومؤتمرات وهوية بصرية جديدة وإزالة عقوبات وما عم يخلي طريقة لحتى ينهض بالبلد، بده يجي يحرقها. ما عم بعرف كيف هالناس المريضة بتفكر. مين اللي ممكن يحرقها غير الفلول؟ هل ممكن يكون حرق طبيعي؟ ممكن، ولكن نحن من كتر الخباثة الموجودة ببلدنا ما عاد عرفنا هل هي عن جد شي طبيعي صار لأنه درجات الحرارة مرتفعة كتير وممكن هذا الشي يكون صح، ولا هالشي صار من وراء قذارة هالأشخاص الفلول، لأنه هذا الشي صار بعد إعلان الهوية البصرية الجديدة بالبلد. بعد بيوم احترقت البلد وكمان حرقوا حوالين القصر. تجي بتطلع هيك، هل هذا الشي كله صدفة؟ هل هذا الشي كله ما له مدبر؟ ما بتدخل المخ. من كتر الخباثة والنجاسة ما خلونا مطرح للنية السليم. طيب اليوم هي الحرائق اللي صارت الكتيرة، كيف فينا نساعد نحن؟ شو ممكن نعمل؟ بصراحة الأمر صعب وبيحرق القلب، لأنه هي الغابات اللي احترقت هي أغلبها سرو، صنوبر، ممكن سنديان، هيك شي غار. بهي الفترة أكيد ما فينا نعمل شي غير إنه نحلل التربة ونعرف شو هي العناصر المفقودة وقديش درجة الحرارة اللي كانت موجودة بالحريق. إذا كانت فوق 150 درجة موصل لل600 ولل700 هالحدود، فعلى الأكيد البذور كلها ماتت، ما عاد في قابلية لأنه تطلع الغابة من جديد وتبني حالها بحالها. ما فينا ننطر ونستنى والله هالغابة شو بحسن تعيد بناء الحالة ولا احترقوا البذور، وخاصة أنه درجات الحرارة الأصل مرتفعة كتير. فلهذا الشي أكيد هلأ زراعة غير واردة، بدنا ننطر لحتى نشوف العناصر المتضررة بالتربة وهل الحريق كان سطحي ولا عميق، وبعدين بنقرر ايمت وقت الزراعة الصحيحة. أصلا هلأ مو موسم لزراعة الصنوبر ولا السرو ولا الغار، بدنا ننطر لشهر أيلول لحتى تكون الأرض رطبة وفي أمطار وفي قابلية لأنه تطلع هي الأشجار. يعني هلأ ما بنستفيد شي، بدنا ننطر. ولا تنسوا أنه الحرائق لما بتكون كبيرة وعلى مساحات كبيرة بتأثر كتير بتلوث الهواء، بتأثر بارتفاع درجات الحرارة مع الأيام، بتأثر بالتوتر والقلق والاكتئاب اللي بصير بيرافقنا، لأنه نحن شو اللي بيريحنا غير هي المناظر الخضراء والاسترخاء والاستجمام لما بنروح نصيف فيها. يعني هذا الشيء رح ينعكس على نفسية البشر. حتى اليوم الضرر بيرافق كتير الكائنات الحية اللي كانت موجودة جوات هاي الغابات اللي احترقت، سواء غزلان أو حتى عدة أنواع من الطيور، أرانب، سناجب. يعني في كتير فئة من الكائنات تضررت واحترقت وماتت. لهيك المفروض بعد فترة وبعد ما تتعافى التربة وتثبت نتائج التحاليل الأضرار وتتم الزراعة بعد فترة، المفروض تتم إعادة تأهيل الحياة البرية إلها شوي شوي. والمفروض كمان إنه بما إنه هي المنطقة كانت مكان لعدد كبير من الكائنات الحية، نرجع نعمل إعادة توجيه للكائنات. يعني بنرجع بنحط بهي الغابة عدد كبير من الكائنات اللي كانت موجودة فيها، سواء من الطيور ولا من الأرانب ولا من أي كائن كان مشهور بهي المنطقة، لحتى نرجع شوي عملية التوازن البيئي.
اللي بيحرق القلب أكتر شيء إنه بدها وقت الغابات لترجع تكبر وترجع تزدهر وتخضر. يعني نحن عم نحكي لحتى تصير غابة صغيرة، ما راح نحكي نفس أعمار الغابة اللي احترقت، بدها بين السنتين للأربع 5 سنين، ولحتى ترجع مثل ما كانت نفس الطول وبنفس الكثافة بدها فوق 10 سنين. فهذا الشيء اللي بيحرق القلب. بالنهاية الوجع والألم كبير كتير وتوقيته كتير بشع. ما منلحق دائما نفرح بشغلة حتى بتيجي شغلة تنزع الفرحة، وهذا أكبر دليل إنه منفعل فاعل على الأغلب. يعني إن شاء الله يا رب الله يحمي سوريا، شعب حكومة وأرض، لأنه نحن تعبنا عن جد ونستاهل السلام ونريح بالنا. والله مشتاقين هيك دائما تجينا راحة بال، كأنه هيك عايشين بحلم. ما بعرف إذا هذا الوقت بيجي. الحكومة عم تعمل اللي عليها والشعب متضامن معه، بس الأنجاز كتار، والله يحمي دولتنا ويحمي شعبها وأرضها.